واحنا لينا مطالب ولازم تتنفذ. عايزين الموضوع يخلص تبقوا تنفذوا مطالبنا، وعموما لو مش عاجبك بلاش، انا هعترف بكل حاجه. إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. أنت ليه ما بتردش؟ أبوك مات يا حسن. اعتني بكلامنا صح. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين ودايما متجمعين في الفرح وفي النجاح، ودايما فرحانين ببلدنا بالإنجاز العظيم والمدينة الساحرة. سعيد بجائزة الجمهور جدا جدا جدا، لأن احنا شغالين عشان الجمهور جدا، لأن كده أسرع من كده. يعني كده أنا ممكن كده أقلب أسرع، مهما عملتها بسرعة من الشاي مش هيدلدل. لو عملت بالعكس على ممكن الشاي يطلع كان في بنت من شبرا اسمها منى. منى دي كانت بتحلم تبقى ممثلة. كل اللي معاها هي شوية فيديوهات على التليفون بتمثل فيهم مع أصحابها وبتنزلهم على السوشيال ميديا. فجأة إعلان واحد شقلب حياتها، لا فيلم كبير ولا مخرج مشهور، مجرد إعلان لشيبسي. في نفس الوقت في واحد اسمه محمود بقاله 10 سنين بيلف على الاستديوهات والمسرح، بيمثل في أدوار صغيرة ومحدش عارف اسمه. عنده موهبة مفيش منها اليومين دول، بس مفيش كاميرا بتركز عليه. تفتكروا مين فيهم اللي بقى نجم؟ منى اللي طلعت في إعلان دقيقتين، ولا محمود اللي بيجري ورا حلمه بس من غير تسويق؟ الحدوتة هنا مش على منى ولا محمود، دي على السينما كلها. خلينا بقى نتكلم عن الموضوع ده شوية. النجومية في مصر دلوقتي موهبة ولا لعبة تسويق؟ تفتكروا ممكن في حد يبقى نجم من غير تسويق في الزمن اللي احنا فيه ده؟ طيب الموهبة ومعروف، يعني إن شخص مثلا يكون موهوب بالتمثيل، بالغنى، بأي حاجة، بس بيعرف يقدمها كويس ويوصلها للناس من غير ما يحتاج دعاية تفرضه على الناس. يعني مش هتمشي في الشارع تلاقي صوره في كل حتة، أو هتلاقي شركات الإنتاج بتعمله دعاية بأشكال مختلفة على السوشيال ميديا، وده اللي بقينا نشوفه اليومين دول. خلي بالك الفترة دي شركات الإنتاج بقت تشوف صناع المحتوى والناس اللي انت بتحبهم وهتخليهم يعملوا حلقات أو دعاية عن الفيلم أو المسلسل الجديد، مع إنه ممكن يكون وحش وما يتشافش، بس بدون ذكر أسماء بقى. الناس اللي عندها موهبة هتلاقي منهم كتير ناس قديمة، زي مثلا أحمد زكي اللي بدأ بأدوار صغيرة، وفي الوقت ده معرفش يقنع شركات الإنتاج بموهبته ومعرفش يسوق لنفسه، بس هو أصلا كان تسويق لنفسه بسبب موهبته في تقمص الشخصيات اللي خلت مخرجين كتير اقتنعوا بيه زي يوسف شاهين ومحمد فاضل. وهتلاقي إن لما عرف موهبته كويس بدأ يستغلها صح، وعمل مسلسل أيام بيتقمص فيه شخصية طه حسين، وعمل الدور صح وكان يعتبر بداية نجاحه، وعمل بعدها أعمال كتيرة مهمة وكان بيعرف يوصلها للجمهور صح. بس مش موضوع إن احنا نتكلم عن أعماله كلها. هنلاقي إن برضه في نفس الجيل كان عادل إمام، موهبة كبيرة من بدايته، عارف بيعمل إيه وعارف إزاي يوصل للجمهور، بيعرف يختار أفكاره كويس. وهتلاقي إنه عمل مسرحيات زمان كلنا بنحبها وكلنا عارفينها صغير وكبير. بيعرف يختار أدوار الكوميديا الصح والتراجيدي كمان، وبيبقى فيها كمان فكرة زي الإرهاب والكباب اللي كان بيناقش مواضيع كتيرة، وهتلاقي في حلقة على القناة بنشرح فيها الفيلم. ولحد النهاردة أعماله كلها مختارها صح، وده اللي مخليه بقاله فترة بيعملش حاجة. لما رامي ابنه قال في مقابلة إن عادل إمام ما تعرضش عليه أفكار جديدة، وهو مش عايز يعمل حاجة متكررة بس عنده استعداد يرجع للتمثيل لما يلاقي فكرة جديدة ما اتعملتش قبل كده. وفي أمثلة كتيرة للناس اللي عندها موهبة زي أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وماجد الكدواني ويحيى الفخراني. بس خلينا نتكلم شوية عن الموهبة بس في الجيل اللي احنا فيه دلوقتي، اللي من صغر موهبته باينة في أعماله زي الشيخ جاكسون وزي لا تطفئ الشمس ولحد فيلم 6 أيام. أحمد موهبة تقيلة وبيعرف يوصل للجمهور من غير تسويق. ومحمد ممدوح اللي برضه يعتبر من الممثلين اللي عندهم موهبة انت تحب تشوفها، وده كان واضح جدا في مسلسل جراند اوتيل اللي وصل فيه للناس الشخصية بطريقة صح، خلت الناس تتعاطف معاه وتعتبره بطل المسلسل مع انه مش البطل. وطه دسوقي اللي بدأ في الستاند اب كوميدي، ولما عمل دور درامي في مسلسل حالة خاصة أثبت لنا إنه مش مجرد كوميديان بس، ده ممثل عنده موهبة. وفي ناس كتيرة في الفترة دي عندهم موهبة زي مثلا محمد فراج ومحمد شاهين. خلينا بقى نتكلم شوية عن تسويق النجومية. التسويق في النجومية هو مش موضوع إعلانات ودعاية بس، لأ، التسويق في الفن هو إنك تعمل حاجة تجارية عارف إنها تعجب الناس حتى لو هي مش محتاجة موهبة، المهم تستهدف جمهور كبير وخلاص. وأكبر مثال على ده هو محمد رمضان. ما نقدرش ننكر إن هو عنده موهبة بس التسويق مغطى عليها. بدأ زمان بأفلام زي عبده موتة وقلب الأسد والحاجات دي، بدأ بالأفكار الشعبية اللي عارف إنها هتجيب مع الناس مع موجة المهرجانات والأجواء الشعبية.
لحد النهاردة مرورا بأعماله زي البرنس وجعفر العمدة والأسطورة وغيرهم. مش هننكر إنهم أعمال حلوة، بس لو ركزت هتلاقي إن كل شخصيات محمد فيهم قريبة من بعضها، يعني مفيش تغيير كبير تقدر تقول ده عمل حاجة مختلفة. يعني في الأسطورة مثلا مظلوم فبتحول يبقى قاسي ويدوس على الكل، وفي البرنس كان طيب وبعدين يبقى قاسي بس على اخواته بقى لأ. صح، في تغيير ظلمناه. ده غير تسويقه لنفسه بالأغاني وبمصطلح نمبر 1 اللي سماه لنفسه، تصرفاته وكلامه اللي بيخلوه ترند كل فترة. ده حتى في السنة اللي ما عملش فيها مسلسل عمل برنامج عشان يفضل اسمه مسمع. فيعتبر محمد رمضان شخص ذكي وموهوب، بس التسويق بيغطي على كل ده ومش بيبين موهبته بجد. أما بقى الشخصيات اللي تسويقه بس منهم مثلا ياسمين صبري، اللي تقريبا هي بتسوق مش بتمثل، كانت المفروض تشتغل في شركات الإعلانات كان هيبقى ليها مستقبل فيها. وأحمد العوضي اللي أعماله كلها شبه بعض، ابن البلد الأصيل اللي بيجيب حقه وحق كل الناس وبيفهم في الأصول، وكل شوية ينزل بوست مكافأة مالية اللي يقدر يخمن لون شرابي، مكافأة مالية اللي هيخمن اسم المسلسل الجديد، حق عرب وفهد البطل اللي ملوش كبير، أسماء كلها تسترون، ما تلاقيش حاجة كده اسم عادي يعدي. وتامر حسني الذكي أو اللي بيحاول يتذكى علينا، ماركتير درجة أولى. بس ما نقدرش ننكر إن ليه حاجات حلوة زي عمر وسلمى ومسلسل آدم، بس كل أعماله كويسة قديمة، يعني مفيش حاجة عدلة دلوقتي. بيعرف يسوق لنفسه بالفكرة الغريبة اللي محدش بيفهمها غيره، وأغانيه اللي بيقعد يعملها لأعماله. طيب خليني أسألك، تفتكر الموهبة والتسويق بينفعوا لوحدهم؟ لأ، الذكاء إنك تبقى عندك الموهبة وبتساعدها بالتسويق من غير ما تغطي عليها، علشان بعد فترة لو اعتمدت على التسويق بس هتنسى الموهبة، والتسويق لوحده هيضيعك. حتى لو نفعك في الأول، بعد فترة هتلاقي نفسك في سكة ياسمين صبري وأحمد العوضي، وساعتها هما هتبقى داعية عليك مش داعيالك. فأحسن حاجة الموهبة اللي بتساعدها بالتسويق بشكل بسيط. وبس كده. تفتكر بقى النجومية موهبة ولا تسويق ولا واسطة؟ هسيبك انت تجاوب على السؤال ده.